بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، عمل من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، وربما هذا العمل ينجيك من عذاب جهنم، كل عذاب جهنم إن فعلت هذا الفعل. ليس هذا فقط، بل جائزتك يوم القيامة لو فعلت هذا الفعل وعملت هذا العمل أن تكون من السبعة الذين يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. عمل قد يظن البعض أنه صعب ويستحيل إلا لخواص الناس، وهذا غير صحيح. يستطيع كل مؤمن أن يفعله. وما هو هذا العمل؟ هو البكاء. البكاء لله تعالى، أن يبكي الإنسان لله، مو شرط خوفا، أحيانا خوفا وخشية، وأحيانا حبا وطمعا، أحيانا خوف وأحيانا رجاء وأحيانا حبا في الله عز وجل. البكاء أن يبكي الإنسان لربه جل وعلا. يعني هل أنا أقدر أقول أنا راح أبكي اليوم من خشية الله؟ إيه، تقدرين. فقط الأمر يحتاج إلى إصلاح، ليس العينين، إصلاح القلب، لأن الأمر ينبع من القلب فيخرج إلى العينين. أصلح قلبك فيلين فتذرف العينان. القلب هو المشكلة. لما يدخل الإنسان في الصلاة وقلبه لم يحضر إلى الآن، قلبه لا زال في البيت، لا زال في الديوانية، لا زال في العمل، لا زال في التليفون، لا زال بالديون، لا زال بالصفقات، لا زال، هذا مستحيل يبكي. وإن بكى فغالبا لا يكون لله عز وجل. القلب لازم يتصفى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. القلب إذا خشع دمعت العينان. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا. مو والله تذكر إنسان عزيز عليه فقده، مو تذكر مصيبة من مصائبه، مو تذكر شيء من الدنيا خسره فجلس يبكي وظن الناس أنه بكاء لله. هذا ما هو بكاء لله. الرجل الذي يذكر الله خاليا أفاضت عيناه ليبشر بجنة عرضها السماوات والأرض وظل تحت ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. البكاء من خشية الله يحتاج إلى أنك تكون خاليا. اجلس لوحدك اليوم قبل ما تدخل إلى الصلاة، تعال مبكر، انسى الدنيا، انسى من عن يمينك ومن عن شمالك، انسى الدنيا كلها بأجمعها، كبر، أقبل على الله كأنها آخر صلاة في حياتك. تفكر في الآيات، تذكر ذنوبك، اعترف بها لينكسر القلب منها. تذكر رحمة الله وسعة مغفرته. صدقني إذا لان القلب ستذرف العينان. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يعني أهل الإيمان تلقى ساجد يبكي، قائم يبكي، مستلقي على فراشه. كان السلف يبكون على وسادته، يتذكر ربه فيبكي. ولا تعلم زوجته التي تنام معه على نفس الوسادة. شوف الإخلاص لله حتى بالبكاء. يقول سفيان الثوري: البكاء 10، 9 ليست لله و1 فقط لله عز وجل. أين البكاء الخالص لله جل وعلا؟ عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. صدقني تقدر اليوم تقول حق نفسك: ليش كل الناس قاعدين يبكون إلا أنا؟ فيني شيء. مو بس بالدعاء، حتى بالقرآن ابكي. اجلس لوحدك، ارفع يديك إلى الله لتذرف العينان. تقول عائشة: رأيت النبي يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض تحته. وكان بكاؤه صلى الله عليه وسلم مثل القدر الذي يغلي فيه الماء. شفت صوت فوران الماء وهو يغلي؟ هكذا كان بكاؤه. كان أبو بكر رجل أسيف يبكي مع الفاتحة، وعمر في عينيه في وجه خطان أسودان من البكاء، وعثمان بكاء طوال الليل، وعلي لا يعرف مثله في البكاء. وهكذا كان أصحاب النبي يبكون ويزيدهم خشوعا. ابدأ اليوم، بادر، قل يا نفس سأبكي الليلة بإذن الله من خشية الله ورجاء لرحمة الله وحبا
في الله جل وعلا سأبكي لله من اليوم وصاعدا. وفي الإله تآخي وتذكروا، فالخل يهجر خله إلا التقاة فهم من الأبرار.